مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم فيديو جديد. قلت لازم اصور هذا الفيديو حتى يستفادون من عنده طلاب دفعة 26. راح تقولون شنو هذا الفيديو؟ اللي هو راح اقول لكم على المدرسين اللي اني يعني شفتهم، او خصوصا اشوف مدرس زين شايفين انه هذا المدرس تكتشفونه بفترة المراجعة او بليلة الامتحان، بحيث يعني يصيركم وسط تعيدون سنة. والله يعني يشرح زين ومحاضراته يعني قصيرة. فما دام بعدكم بالبداية حبيت افيدكم بهذا الشيء، لان لا تظنون ضايعين. يعني هسه أنا حرفيا سنتين ضايعة بين الخصوصي، بين اليوتيوب، بين المدرسين منو احسن واحد. هو كل المدرسين زيني، بس يعني افتهم عليه ومكمل المنهج وهاي الامور. ف قبل لا نبدي لا تنسون اللايك وتشتركون بالقناة وشاركون الفيديو اذا شفتوه مفيد. ويلا نبدي. غيره مالكم غرض بهاي الهوسة، يعني ان شاء الله قريبا نخلص من عندها لان انا دور ثاني ويعني فهمتوها. المهم هسه راح نبدي باول مادة. هسه عندي اسلامية. اول شي الاسلامية صراحة انصحكم بساجد العقيلي. ليش؟ لانه يشرح المادة يعني بشكل كلش حلو، بحيث المادة تفتهمونها. هسه امتحان اسلامية طلع لي 96، امتحنته دور اول طلع لي 96. فالاسلام او على الرغم قرأت بس على المراجعة مالته، بس كنت اقرا بالكتاب، يعني اشر بالكتاب. الاسلامية اقروها بالكتاب احسن، واشر الاسئلة اللي يقولها. فالاسلامية عليه ساجد. ثاني مادة العربي نصيحة، الأدب والقواعد اقرون على حسين عبيدة. يعني حرامات يضيع وقت وما تقروهن عليه، يعني بعدين يلا تكتشفون مثلي. فحسين عبيدة أحسن شي أشوف أنا من ناحية القواعد ومن ناحية الأدب. وهماتين فرد مراجعة، يعني ينزل لكم جدول يعني جدول يعني ومحاضرات مراجعة وكذا، وصدق يفهم ويحل وزاريات ويسوي اختبارات، فأنصحكم به. ثالث مادة اللي هي الإنجليزي أنا عن نفسي أشوف يعني عندكم يا محمد العبيدي وسجاد العبيدي. من ناحية يعني اثنيناتهم زينين صراحة، يعني ماكو فرق بيناتهم. أي واحد انتم يعني تدرسون عليه يعني نفس الشي أحسن. انتم يعني تختارون أي واحد نفس الشي، وهماتين حلو بيهم. أكثر شي يعني حبيته اللي هو حتى الإنشاء يخليكم تحفظونه وياهم، يعني هم اثنيناتهم. فهذا الإنشاء يعني يا إنشاء، فأنا هذا الشي حبيته. يعني أكثر الطلاب ترى تعاني من الإنشاء. رابع مادة أحياء. شوفوا الأحياء أني كنت أدرسها على شو اسمه سالم المنصوري بالأيام العادية. وفترة المراجعة على جعفر. طبعا ماكو غرضنا مستعجلة، كنت أهم شي تستفادون من عنده ولأن وراي قرايب. جعفر الحسني. جعفر الحسني أنا جبت ملزمته مال الوزاريات، والله مو يمي كان راويتها لكم. جبتها كلش حلوة، يعني تشترونها من بداية الدوام تقرون عليها وزارة كل فصل، والله أحسن لكم. فردة مراجعة انتم مضبطين. جعفر الحسني قرأت على المراجعة، وسالم هماتين. بس أنا يعني هم اثنيناتهم زينين، بس أنا بالنسبة لي افتهمت على جعفر الحسني وتندمت لما قرأت عليه من البداية. كلش زين يعني، ويشرح خصوصا الفصل الثالث يعني يشرحها بطريقة كلش حلوة. والوراثة محاضراته مو طويلة، وهو يعني قصيرة وبنفس الوقت يفهمكم. فأنصحكم بجعفر الحسني أو سالم، انتم بكيفكم. خامس مادة الرياضيات قريتها على محمد قاسم. وفترة المراجعة أنا صحيح ما امتحنتها، بس هماتين قريتها. بس يعني من رحت للقاعة أنا أجلت على عبد الأمة. هذول المدرسين اثنيناتهم ترى زينين. أستاذ محمد قاسم شكو سؤال كتاب إثرائي وزاري
او يعطي فكرة من عنده، وحتى يعني تجي بالسنوات يعني منطي افكاره جاية. محمد قاسم كلش زين، وبس شوية محاضراته طويلة صراحة يعني، بس يعني يفهم. يعني تحطوا مثلا هاي الدفاتر اثنيناتهم مال رياضيات، وبعد اكو دفتر هسه اطلع لكم بعد هذا الدفتر هماتين حطيت الرياضيات لان انا كله اكتب وياه. هذا وهذني اثنيناتهن هذا بس للرياضيات، فانصحكم بيه. وحدا عبد الامه هماتين يعني زين. عندكم حيدر وليد، حيدر وليد والله زين. واشتريت الوزاريات مالته، هاي ملزمة الوزاريات انا اشتريتها، شوفوها بيها كل الكتاب، كل الاسئلة الوزارية، يعني تفيدكم. اشتروها من بداية الدوام، لا تسوون خطأ مثلي وتشتروها فرة مراجعة. الوزاريات اشتروها من البداية وقروها، حتى بالشهر تقروها، باليوم هم تقروها وتنعاد عليكم، لا تقروها بس فرة المراجعة مثلي، هذا خطأ. فذول المدرسين اي واحد تدرسون عليه يعني مضبوطين. وحيدر وليد شفت منزل اساسيات يعني، احسها تفيدكم. كيمياء فيزياء انتم دفعة 26، احنا ما نزلنا صراحة. المهم بعد سادس مادة كيمياء، مو كيمياء كيمياء. عن نفسي اني صراحة حسين الهاشمي، يعني حسين الهاشمي خلاني حتى احب المادة. اني عندي ملازم وعندي هماتين دفاتر كتبت وياه، فحسين الهاشمي يعني كلش مضبوط. واكو فاضل الهاشمي، هذا يعني هم مدرس اكتشفته صراحة، هذا اكتشفته فترة المراجعة، كلش حلو ومسوي المادة بطريقة سهلة. وحسين الهاشمي هماتين اصلا انتم محظوظين. راح تقولون ليش؟ لان حسين الهاشمي ترى احنا يعني بدفعتنا ما كان منزل، نزلنا بس مراجعة. فانتم انا شفته يعني قاعد ينزل يعني مادة من البداية، منهج كامل ومجاني على قناته باليوتيوب. فيعني حلو ابدوا عليه او على فاضل الهاشمي اللي انتم تشوفونه او تفتهمون عليه. بس يعني هذول مدرسين زينين بالكيمياء. انا ادرس عن المحاضرات اللي ينشروها الطلاب، حرفيا اليوزر يفتر على راسه، تشويش يعني المحاضرة مو واضحة، مرات الصوت مو واضح، شو اسمه المحاضرات يعني ما مرتبة بالتسلسل، فاول ادور. فانتم هسه يعني استغلوا هاي الفرصة لان نزلها لكم محاضرات مجانية. تمام. اخير مادة السبعة الفيزياء. الفيزياء حسين محمد من ناحية الكلاميات فتشي يسويها، والحلو بيه يسوي مراجعة، يعني يسوي يلم الكلاميات مثل الفصل الأول ب4 ساعات، الفصل الثاني ب4 ساعات، مراجعة للقوانين. حسين محمد زين. وهمات يعني صديقتي يعني، وانا درست عليه الفصل الرابع والخامس اللي هو علي السوداني، هم زين. يعني هذول المدرسين زينين بالفيزياء. مالكم غاضب بخطي، بس هذا الملخص مال المدرسين. يعني حتى لا تظلون تحتارون مثلي، بحيث انا شو اسوي مثل درست على مدرس، درست وصلت موضوع ظلت او حسيت نفسي ما افتهم، يعني حرفيا دبيت الدفتر كله، اشتريت دفتر جديد وظلت اعيد على هذا كله وقت، يعني مو بصالحكم هذا الشيء. وبس لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفاديتوا من عنده لو حتى يعني بشيء بسيط. واذا تحبون هيك نوع من الفيديوهات قولوا لي حتى اصوركم بعد، والله بس للفائدة يعني مو اكثر. لان انا شفت نفسي يعني انا سنتين تايهة ما اعرف يا مدرس، حرفيا فرت المراجعة يا الله اكتشف المدرس تفتيه معي. وبس باي، اتمنى لكم التوفيق.